أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست فلاكس حمراء. النهاردة زي ما وعدتكم هنتكلم في موضوع شائك جدا، موضوع بنسميه في كل خناقة أو كل صدمة عاطفية الجملة اللي بنطمن بيها أو بنطمن بيها نفسنا أو بنواسي بيها الضحية: الطيبون للطيبات. بس السؤال اللي بيطرح نفسه وجع قلوب ستات كتير جدا: لو الطيبون للطيبات، ليه الست الجدعة الواضحة اللي بتقدم سبت وحد واتنين هي أكتر واحدة بتتبهدل؟ وليه بنشوف نماذج ستات قوية، بس مش قوية بالمعنى الإيجابي، قوية يعني جبارة، يعني زي ما بنقول كده مش سهل، هي دي اللي ماشية كلمتها والكل بيعمل لها ألف حساب؟ هل الآية فهمناها غلط ولا الواقع هو اللي بقى غريب؟ أول حاجة كده يا ست الكل لازم نفهم عشان نرتاح إن آية الطيبون للطيبات دي مش معناها إن لو أنتِ طيبة فالسما هتمطر عليكِ ملايكة بجناحات. المفسرين وعلماء الدين وضحوا إن الآية دي نزلت في براءة السيدة عائشة، ومعناها إن الخبيث من القول لا يصدر إلا من الخبيث من الناس، والطيب من القول لا يصدر إلا من الطيبين. وفي تفسير تاني بيقول إنها قاعدة عامة ليست شرطا حتميا، يعني الأصل إن الأرواح اللي شبه بعضها بتتلاقى وهي دي اللي بتكمل مع بعضها وهم مستريحين، إذا كانوا كويسين أو وحشين. لكن الحياة دار ابتلاء، بدليل إن امرأة نوح وامرأة لوط كانوا تحت عباد صالحين وخانوهم، خانوهم بالكفر فقط. والسيدة آسيا رضي الله عنها كانت أطيب خلق الله وكانت متجوزة فرعون. فلو انت طيبة واتأذيتي ده مش معناه انك وحشة، عشان الناس اللي بتفسر الآية غلط، ده معناه انك في اختيار او اختبار، يعني ريد فلاج كده بين قوسين ما خدتيش بالك منه. وعلى فكرة ده يخلينا نفهم حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه بشكل أعمق. النبي صلى الله عليه وسلم ما حددش الدين بس، بل قارنه بالخلق، يعني اللي بتشوفيه قدام عينيكي تأكديه بالخلق.